راح يصلح موبايله، قالوا له السي بي يو باظ او اي سي السي بي يو باظ. فجاء بيسألني على اليوتيوب هل لو اي سي السي بي يو باظ ينفع يتصلح التليفون؟ طيب، هو الكلام اللي انا هقوله ده ينطبق على الايفون والاندرويد. السي بي يو دي وحدة المعالجة المركزية، دي هي المخ بتاع الجهاز. السي بي يو موجود في الكمبيوتر وفي الموبايل، لكن في الكمبيوتر او صيانة الكمبيوتر مختلفة تماما عن صيانة الموبايل. ايه الفرق بقى؟ ان السي بي يو في الموبايل مشفر، يعني بيحمل رقم المسلسل بتاع التليفون، اللي هو المعرف بتاع التليفون على الشبكة، اللي هو اسمه اي ام اي اي. فالسي بي يو في الموبايل سواء ايفون او اندرويد ما بيتغيرش، لو باظ ما بيتغيرش. في الكمبيوتر لو السي بي يو باظ اتحرق بيتغير، البوردة في الكمبيوتر لو اتحرقت بتتغير. البوردة بقى في الموبايل هي الموبايل، هي دي الموبايل نفسه. فلو انا عندي دلوقتي بوردة اهو بتاعت ايفون او اندرويد، السي بي يو بتاعها باظ، ما ينفعش اجيب لها السي بي يو من بوردة تانية سليم واحطه فيها، مش هيشتغل. ليه؟ لان في مجموعة من الشيبات او الاي سيهات متجوزة بعض، كلهم متجوزين بعض، كلهم مرتبطين مع بعض بنفس الرقم المسلسل بتاع الموبايل. فإذا غيرت قطعة واحدة منهم لازم تغيرهم كلهم مع بعض. فبالتالي أنا لو عندي السي بي يو محروق أو في قفلة أو مكسور أو ما ينفعش يتغير لوحده. طيب لو أنا عايز أصلح الموبايل ده أعمل إيه؟ لازم يكون عندي بوردة تانية. البوردة هي اللي بايظة، مش الاي سيهات اللي عليها هي اللي بايظة، مش السي بي يو اللي عليها هو اللي بايظ، مش الذاكرة اللي بايظة، مش البيس باند اللي هو برضو سي بي يو بس خاص بالشبكات بتاعت الاتصالات. مش الحاجات دي هي اللي بايظة، البوردة نفسها مكسورة، مش هقدر اكسر البوردة دي عشان دي بتاعت عميل. البوردة نفسها هي اللي بايظة. انما السي بي يو سليم، البيس باند سليم، الايبروم ايسيهات كده ما تشغلوش بالكم بيها، المجموعه بتاعت الايسيهات اللي هي متجوزه بعض دول سلام، لكن البورده نفسها بايظه. فاخد الايسيهات دي احطها على البورده دي، ابقى انا عملت تليفون تاني برقم مسلسل تاني. وده هو الحل الوحيد في الحاله دي. انما لو السي بي يو بايظ وجبت سي بي يو تاني من جهاز تاني ركبته هنا، ما ينفعش، لا.